ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في القسم. ما زال صدى صوت علي البراق يتردد في الأسماع. ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. واستمع قولي وخذ برهاني في مدح زوج المصطفى العدناني، مدحا كنظم الدر والمرجان ما شان أم المؤمنين. وحين تقودك قدماك إلى الزقاق حيث منزله في القيروان تهزك نبرات صوته العذب مرتلا أو مبتهلا، وكأن الرجل ما زال بيننا لم يفارقنا. روت الحديث عن المفضل بعدها، الله أكرمها برفعة قدرها، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. منين اكتسبت الشيء هذا؟ من لازمه وانا تو الصوت بتاعي، فهمتني؟ من لازمه. وكنت مثلا في المجموعه بتاعه، هو فرد من مجموعه برا سيدي. وقت اللي هو بدا يكبر هكا شويه شنو كذا، وشافني انا نضجت في الخدمه هذه وليت خذيت عليا الخاطر كذا. قال لي اي وليدي تعرف كيفاش تو مش نسلم لك ماشي خليك انت. سي علي البراق الله يرحمه كان راجل هايل ياسر. خلطت عليه وانا صغير، ما تفكروش معناه فكر نتاعها كبر، فكر نتاعها صغير. كان يجي يلبس بالعربي، بلغه في ساقيه، شاشيه على راسه، ويجي خارج الاستوديو انسان طيب ياسر، انسان عاقل ياسر، فدلاكجي يفدلك، صاحب نكته. في المغرب يجي يسد علي البراق الله يرحمه، يقعد قدام الميكرو يبدا يقرا في القران قبل بربع ساعه بربع دراج، يدخل الاستديو يقعد يقرا مباشر. كان يقعد قدام الميكرو يبدا يرتل في القران. واحد من عامله نتاع، ما كانش عندنا الساعه الناطقه لوروش بارلونت، كانش موجوده وقتها، باش الواحد ينجم يضبط الوقت ما نجمش يضبطه الا كان عامل من اللي كانوا يبدا موجودين وقتها يطلع للسطح نتاع الاذاعه. السطح نتاع الاذاعه مقابل جامع القصبه قد الجامع القصبة الجامع الوحيد اللي تنجم تقول في الأذان خرج ضربه أبيض. يخرج واحد يطلع ضربه أبيض، تشوف ضربه، وتقريبا كثر الجوامع يمشيوا على الجامع القصبة. الأذان عندهم ما يبدأ كلما يشوفوا الضرب وخرج. العامل اللي يطلع من الإذاعة يطلع للسطح، وقت يشوف الضرب الأبيض هذاك خرج، عنده فلسة زر ينزل عليه كما في نتاع النقوز نتاع البيبان، ينزل عليك الفلسه هذيك تشعل انبوبه حمراء في وسط الاستوديو. هاك الزر هذاك نتاع مربوط بخيط حتى الاستوديو البث، تشعل انبوبه حمراء في الاستوديو. سيد علي البراق الله يرحمه صدق الله العظيم يختم الايه نتاعو ويدخل في الاذان، ياذن لصلاه المغرب.